السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا جميع خيارات تأهل المنتخب الوطني المغربي للدور القادم من كأس العالم في حالة انهزم المنتخب الوطني لا قدر الله أمام كندا بهدف لصفر، وتعادلت كرواتيا وبلجيكا بنتيجة 0-2، فإن المغرب غادي يمر في المركز الثاني. أما في حالة انتصار بلجيكا على كرواتيا وانهزام المنتخب الوطني المغربي بهدف لصفر، كرواتيا وبلجيكا هما اللي غادي يمروا للدور القادم، والمغرب غادي تقصى رغم أنه عنده نفس عدد ديال النقاط مع المنتخب الكرواتي، ولكن فارق الأهداف هو اللي كيحكم في هذه الحالة هذه للمرور للدور القادم. عاد كنشوفوا عدد الأهداف المسجلة، عاد كنشوفوا الأوراق الصفراء والبطاقات الحمراء. أما في حالة انتصار كرواتيا بهدف لصفر على بلجيكا وانهزام المغرب ب1-0 أمام كندا، المغرب سيمر ب4 نقاط في المركز الثاني وكرواتيا في المركز الأول. في حالة تعادل المنتخب الوطني ما كتهمناش نتيجة كرواتيا وبلجيكا، فالمغرب غادي يمر للدور القادم، ولكن اللي غادي يهمنا هو الصدارة، واش غادي نتصدروا ولا غادي نكونوا في المركز الثاني. في حالة تعادل بلجيكا وكرواتيا، كرواتيا غادي تمر في المركز الأول رغم التعادل في عدد النقاط مع المغرب، غادي تمر بفارق الأهداف المسجلة. في حالة انتصار بلجيكا ب2-1 وتعادل المغرب ب1-1، هنا المغرب غادي يمر في المركز الثاني وبلجيكا في المركز الأول، كرواتيا غادي تقصى. أما في حالة انتصار المغرب بفارق هدف وانتصار بلجيكا بفارق هدف، المغرب غادي يمر في المركز الأول بفارق النقاط 7 نقاط وبلجيكا ب6 نقاط. في حالة تعادل بلجيكا وكرواتيا، المغرب غادي تصدر كذلك المجموعة وغادي تمر معاه كرواتيا في المركز الثاني. في حالة انتصار كرواتيا وانتصار المغرب بفارق هدف، غادي يتعادلوا في النقاط، كرواتيا غادي تمر في المركز الأول بفارق الأهداف. في حالة انتصار المغرب ب2-0 وكرواتيا بهدف لصفر، كرواتيا هي اللي غادي تمر في المركز الأول رغم التعادل في عدد النقاط وعدد فارق الأهداف. فهنا غادي نمروا للخيار الثالث وهو عدد الأهداف المسجلة. كرواتيا سجلت 5 أهداف والمغرب غيكون سجل 4 أهداف. في حالة انتصار المغرب 3-0 وكرواتيا بهدف لصفر، فهذه الحالة هذه المغرب هو اللي غادي يمر في المركز الأول، تعادل على مستوى النقاط وتفوق على مستوى فارق الأهداف ب5 أهداف لصالح المغرب و4 أهداف لصالح كرواتيا. في حالة تسجيل كندا لهدف واحد، يعني النتيجة تولي 3-1 لصالح المغرب وكرواتيا بقات محافظة على النتيجة بهدف لصفر، حاليا المغرب هو اللي غادي يمر، لأن هنا غادي يكونوا البطاقة الصفراء والبطاقة الحمراء هما اللي غادي يحكموا على المنتخب اللي غادي يمر كمتصدر أو كوصيف. كما ورد في الصفحة الرسمية للفيفا، فإن في حالة التعادل على مستوى النقاط فسيمرون مباشرة إلى فارق الأهداف. إذا كانوا فارق الأهداف متساويين فيها المنتخبات سيمرون إلى الخيار الثالث وهو عدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة. وإذا كان الفريقين متساويين في جميع هذه الخطوات هذه، غادي يتم اللجوء لأعلى درجات السلوك وهما البطاقة الصفراء والحمراء، بحيث أن البطاقة الصفراء تساوي ناقص نقطة والبطاقة الحمراء الغير المباشرة نتيجة البطاقة الصفراء تساوي ناقص 3 نقاط، والبطاقة الحمراء المباشرة تساوي ناقص 4 نقاط. وأما البطاقة الصفراء والبطاقة الحمراء المباشرة تساوي ناقص 5 نقاط. وبالتالي هادو هما الحالة الأخيرة والخيار الأخير اللي يتم الحسم ديال المتأهل لدور الثمن النهائي كمتصدر أو كوصيف. نتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.